ايوا ونسالي ونوض نحفظ. انا ما كنتش باغياتي يقول لي اهملتي دارك ويجلسني من قرايتي، داك الشي باش كنت مقاتله. ايوا صافي، داك العام ديال السيزيام داز عليا كحل، والمدرسه كانوا كاع الاساتذه متعاونين معايا. كنت غير الا جيت معطله شويه كيخليوني ندخل، وكيقولوا ليهم هذا راه كندخلوها حيت عارفينها كانت كتخدم في دارها ماشي كدور في الزناقي. ولكن كان خارج فيا استاذ واحد، هو استاذ ديال التربيه الاسلاميه، كان مجلسني في الطاوله الاولى، ويجي الامتحان كيقول لي عصريه داك الدماغ اللي عندك. اما الا مشيت حتى سهيت كيقول لي الا لا، فين مشيتي؟ فاش كتفكري فشنو غادي ديري الغدا اليوم؟ واش الطاجين ولا ديري الكوكوط؟ كان ديما كيستهزئ بيا قدام كل شيء، وانا ما كنتش كنقدر نرد ليه. وبطبيعه الحال حيت اهم حاجه كانت عندي هي نقرا، مش ندير المشاكل والصداع. صافي كملت داك السيزيام مشقة الانفس وطلعت للباك. ما كيجيبوني غير عند داك الاستاذ اللي في الصراحه مرضني. وانا نقول علاش ما نمشيش ندير ايكول بريفي. قلتها لماما. انا كنت كنفكر في واحد المدرسه في كازا، ولكن مي قالت لي ابنتي راه بزاف عليك تبقاي غاديه جايه حتى لتماك وما تعرفيش تقدري تحملي، وزايدون خاص راجلك على قد الحال، وهذا الشيء فيه مصاريف بزاف. علاش ما تقرايش في المدرسه ديال فرامليه اللي كاينه هنا؟ وانا كنت منك ديريها حيت الخدمه فيها الاجر وفيها الفلوس مزيانه. صافي هي هاديك، مشينا سولنا في ديك المدرسة، كانت 1000 درهم للشهر. ويقول لي المدير شوفي يا بنتي، كان لا بغيتي تقراي غير عامين، ولكن ضروري يكون عندك نيفو باك، يعني تقرايه وواخا ما تنجحيش تقدري ديري هذا الدبلوم. اما اذا شديتي الباك ديالك هذيك حاجه مخيره، غادي تقراي 3 سنين والدبلوم زوين. صافي وانا نرجع نقرا، ولكن كنت مكرفصه بزاف وخرجت وقررت باش ندير باك ليبر من بعد. ايوا مشيت لديك المدرسه اللي كانت بعيده علينا، وكنت كنضرب الطريق كامل على رجليا باش ما نطلبش ليه فلوس الطاكسي، بارك المصروف اللي عليه. المهم كنا كنقراو وكنديروا 16 في الحشيه في السبيطار. ايوا المدرسه كانت في جهه والسبيطار في جهه وداري في جهه اخرى. كنت كنضرب العرض ديال المدينه على رجلي. جاب الله السبيطار بعد كان حدا ماما كنت كنمشي نتغدى عندها، ومع الخمسة كنت كنخرج من المدرسة ونمشي نيشان لداري وندخل الكوزينة نوجد العشاء ونطوي الا كاين شي حوايج ونقدر ونجلس مع راجلي شي شويه. ايوا دوزت العام ديال القرايه وعام كله 16 اللي كرفصونا فيه باش نتعلمو. كنا كنمشيو مع 8، راحنا بادين خدمتنا، كنا نمشيو لابسين بيض في بيض، ويا ويل هذاك اللي حسلو الحارس العام لابس شي لون اخر تحت الطابليه وباين ليه كيشبعو معيور، ويخليه الساعه هو واقف في البيرون ديالو ويبجي ويبدا يصبط فيه قدام كل شيء. وكانت واحده الفرمليه الله يسمح ليها كتعطينا الجيكس وتقول لينا هاكو حكو دوك ديال السيروم، وتجلس كتغوت مسحو فعلو تركو، وطيح لينا داك الشي في الارض بالعاني وتقول ليك يلا سيري جبديه ليا. صافي كنت كنرجع للدار ونبقى نشبع بكا. كيجي راجلي كيسولني مالك، كنقول ليه والو غير السطار. كيقول لي الا كان غير على الفلوس انا نحسبهم طاحوا. صافي غير جلسي في دارك، لا كنتي في ما نجي نلقاك جالسه كتبكي بالناقص من هذا الشيء. وانا كنت كنقول ليه لا، انا باغيه نكمل وباغيه نوصل. ايوا صبرت على داك ستريس وتكرفيس ديال السبيطار وديك الطريقه اللي كنت كنضربها كل نهار، وهذا الشيء كنت كندير جهدي باش ما نشكي على حتى واحد، وكنبقى نصبر في راسي كنقول ضروري ما نوصل، حيت هذا الشيء كامل غادي يدوز وغادي نخدم من بعد ونولي نتخلص ونهز راسي. في 16 شويه بشويه وليت كنولف حتى وليت احسن وحده. كنت كنبغي نخدم كاع المرضى وكان نعيفش حتى واحد، وكنقول حتى انا كيمكن شي نهار نمرض هكا ونلقى لي يتهلا فيا. كنت اللي خاصو نبدل لي حوايجو
اللي رد نمشي نمسح ليه، كنت كندير كل شي، نبدل ليكوش، نجفف في الارض، وكنخرج كل نهار الحمد لله بدعاوي ديال الخير. كنت عزيزة على كل شي. ايوا كيف كنقولو لا زوينه وزادها نور الحمام. حملت ودازت عندي حماله مكرفصه، وما بقيتش في داك السبيطار. داوني للسبيطار ديال الحومه. كنت جالسه غير في واحد البيرو كنعطي الدواء ديال السكر والطونسيو ديال المرضى. صافي دوزت داك الوحم غير بزز، وولت الحمد لله بنيته مع الاخر ديال العام تاني في القرايه. والمدير ديال المدرسه قال لي راه ما غاديش تاخدي الدبلوم، راه خاصك تزيدي عام اخر حيت تبدل السيستم. قلت لي ولكن انا والده وخاصني نرضع بنتي. قال لي خلصي غير لاسيرونس وندير لك عام بيض وكملي موراه. صافي داكشي اللي درت. جلست مع بنتي حتى دارت عام، ورحلت من ديك الدار اللي كنت راهنه فيها ومشيت رهنت حدا امي. كنت كندير ليها البنت في الصباح ونمشي للسطاج، وفي العشيه القرايه. وعلى رجلي كنضرب في الطرقان على قلبي، حيت كنقول فلوس الطاكسي زايدين في بنتي نشريهم ليها حليب وداك الشي اللي خاصها. ايوا الحمد لله ساليت القرايه ونجحت. وقبل ما نجد الدبلوم مشيت كندير ستاج في واحد الشركه، حيت ديما واحد الاستاذ احسن خدمه في الفمليه هي في شي شركه او فلا في المطار. وانا نمشي دبر ليا با في واحد الستاج في واحد الشركه باش نتعلم وباش نقدر ندفع ليهم من بعد. ايوا دخلت البيرو ديال الفرمليه اللي كانت كاتبه ليا في الاول الله يعمر ليها الدار، ولكن صدقات خايبه. كانت ديما كتحفر ليا باش تطيحني. التليفون ديالها كانت كتخليه كيسجل في البيرو وتخرج، وهي ديك الساعه كانت حامله وخرجت باش تولد. وقبل ما تخرج كانت نوضت الصداع مع الخدمه. صافي انا جاو لعندي وزادوني فلوس ديال 16 وزدت طولته ووليت كندير الخدمه كامله. فاش هي رجعت عطاوها حسابها، وداكشي هي الناس اللي كانت باغيه، حيت ما كان اللي يشد ليها ولدها. وتفاجأت باللي خدموني وعطاوني الصالير اللي كنت كنتمناه. وليت كندور مع امي وباقي كنجمعو، حيت كنت كنحلم بالطونوبيل. والحمد لله جمعت وشريتها. ايوا جوزت البرمي على يدوك الدرقه اللي كنت ندوزهم كل نهار على رجلي. ايوا الحمد لله من بعد ما كنت ديك البنت اللي مفشه اللي مصالحه الوالو، وليت بديبلوم وبخدمه وزوجه وبالصالير ديالي وعاد بطبيعه الحال الام. والحمد لله دابا كنجمع وكنكافح باش ندير داري وما نبقاش في ديور الكرا. انا باغيه نقول للبنات ما تسمحوش في قرايتكم، اقراو وخدموا وديروا مستقبلكم وبرعوا والديكم وردوا ليهم واخا غير شويه ديال داك الشيء اللي داروه عليكم. والراجل كان في حياتك ولا ما كاش كتكوني قاده براسك، باش الا حتى ربي ما سخرش فيه ما كتضيعيش. وكنقول للعيالات اللي تزوجوا بلا ما يكملوا قرايتهم راه عمر الوقت ما مشى. الا حتى ما قدرتيش تقراي، دخلي ديري شي صنعه تعلميها، سيري تعلمي تصايبي الحلوى، تعلمي الرانده، المهم اي حاجه تدخلي منها مصروف. راه يد وحده ما كتصفقش، وحتى الراجل كيتخصو مرة حتى توقف جنبه وتعاونوا. ايوا هذه هي قصتي وهذه هي حكايتي، نتمنى تكون عجباتكم واستفدتوا منها. باش توصلوا من المزيد من القصص الحقيقية المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. خليتكم على خير وفي أمان الله.